ضابط مسلم مراته ما بتخلفش، وقالوا له روح للأنبا برام يصلي له، وكان يحب المسيحيين جدا وعايش معاهم، فراح للأنبا برام. ليه؟ قاعد في الجنينة على كرسي وقعد جنبه قال له يا سيدنا أنا مسلم يعني غير مسيحي وبحب المسيحيين ودول أصدقائي وأحبائي، وأنا مراتي ما بتخلفش، ولفيت على الدكاترة لما دخت ما فيش فايدة، وقالوا لي روح للأنبا برام يصلي لك ربنا يديك ولد. قال له اسمع يا ابني. نعم يا سيدي. قال له السنة الجاية في مثل هذا اليوم في مثل هذه الساعة اللي انت بتكلمني فيها هيكون عندك ولد. في مثل هذا اليوم من السنة القادمة، في مثل اليوم ومثل الساعة، نفس الساعة. الراجل من الغرابة بص الساعة يكون عندك ولد. ومرت الأيام والراجل نسي الكلام ده خالص، واتولد له ولد. بيبص في الساعة تذكر اللي قاله الأنبا برام، لقيها نفس الساعة. لو كان 5 تبقى 5، 6 6. قال ياه. قالوا له ايه بتقول ايه على ايه؟ انه افتكرت حاجة، ان افتكروا انه عقله من المفاجأة اضطرب. اول ما الواد كمل سنة قال لمراته ناخده نروح للأنبا برام. قالت له استنى انتظر الى ان يحبو الولد. وحبى الولد. قال يلا ناخد الولد. قالت له استنى الى ان يمشي الولد. ومشى الولد. المهم فضلت تأجل لما بقي سنه حوالي 6 سنين، فخده ولم الفلوس اللي عنده والذهب اللي عند الست وراح للأنبا برام هو والطفل بتاعه. راح له لقيه في نفس المكان. قال له اهلا يا سيدنا، انا جيت لك من 5 سنين وقلت لي في نفس اليوم ونفس الساعة من السنة الجاية هيكون عندي ولد، وربنا عطاني الولد بصلواتك، انا مش عارف اودي جميلة فين. قال له مبارك يا ابني. وقعد يقول له بس انا يا سيدنا عاوز اسالك في بعض اسئله، حصلت لي المشكله الفلانيه. قال له يا ابني حلها كذا، والمشكله الفلانيه حلها كذا. قعد يقول له مشاكل ويحلها له ساعتين، وبعدين طلع الصره فيها الذهب والفلوس. قال له اتفضل بركه اقبلها من ايدي يا سيدي. قال له لا يا ابني احنا ما بناخدش فلوس. قال له ده انا جاي مخصوص بالفلوس يا سيدي. قال له ما بناخدش فلوس، عاوز اروح اديها لهم لجنه الفقراء في المطرانيه. فراح لهم في المطرانيه وقال لهم يا حضرات. نعم. لما انا كنت قاعد مع الأنبا برام 3 ساعات او 2.5 ساعات يكلمني وقعده حلوه. كنت قاعد مع مين؟ كنت قاعد مع الأنبا برام. قالوا امتى؟ قال لهم من 2.5 ساعات. وقال له طب وايه؟ وهم قاعدين يبصوا له عينيهم جاحظه. قالوا بتبصوا لي كده ليه؟ قال طب قول. وجيت وحكى لي وحل لي مشاكلي. قالوا له انت تعبان شويه. قال لهم تعبان ازاي؟ قالوا امال ايه اللي بتقولوا ده؟ قال لهم بقول ايه؟ بقول لكم الحقيقه. قالوا حقيقه ايه؟ ده الراجل القديس انتقل له 5 سنين دلوقتي. انتقل من 5 سنين وحضر للراجل اللي بيطلبه وقعد معاه وحل مشاكله مده 2 ساعات. يبقى في اخره ولا لا؟ وفي حياه ابديه ولا لا؟ وفي وجود لله في كل مكان وزمان ولا لا؟